بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين فيديو ما فيهوش اي حاجه جديده. جرانيت اسود جالاكسي معمول له حبسه هيركب في الحيطه. بس هي الفكره كلها من المكالمات بتجيلي، الناس فعلا متضايقه، الناس فعلا في حيره، الناس فعلا مش عارفه تعمل ايه. لا، انا بديكوا الحل اهو يا جماعه. ولاي حد عمل عندكم شغل، حتى لو ما عملش شغل، لو انت مقدم على انك تجيب حله الزاويه بتاعتها مخنوقه، الزاويه بتاعتها ضيقه، زاويه قايمه، هتوري له الفيديو. البنطه دي عندك يا استاذ، البنطه دي عندك يا باشمهندس، البنطه دي عندك يا اسطى. لو مش عنده يشتريها او يستلفها، مش غاليه في سكه دلوقتي. حالا دي كانت ب 100 جنيه ايام الرخص، يعني ايام العصر البائد. دلوقتي عامله تقريبا 300 جنيه 250 جنيه، مش فاكر. المهم، الشاهد في الموضوع، السبب لعمايل الفيديو ده، بسم الله ما شاء الله، ابو عبد الله اخويا الكبير، ربنا يبارك في اولاده يا رب ويعني ويوفقهم في حياتهم. بسم الله ما شاء الله، كان مركز قوي فنيا في التصوير، الحمد لله. يعني انه مركز انا بعمل ايه، وده كان المقصد اصلا من الفيديو. تمام. الفكرة كلها يا جماعة، الصنايعي هيفرز اي حلة لو هو امكانياته محدودة جدا 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 جدا، هياخد نص ساعة. نص ساعة شغل وهو واخد حسابه وتمام التمام وعشرة على عشرة. بس هيوفر على صاحب البيت، على ست البيت، على الناس اللي هتتعامل مع الحوض، هيوفر عليهم كتير. انا بيجيلي مكالمات، ناس بتقول لي الحوض ده ممكن يتفرز. ما في، ده اصلا مش سؤال. ما فيش حوض اصلا ما ينفعش ما يتفرز. كله بيتفرز حتى لو زاوية قايمة، وجات معايا اكتر من مرة كتير. يعني هنا الفيديو مش مقطوع منه حاجة، مفيش اي مونتاج فيه، غير ان انا بس بكتب مثلا بسجل بصوتي عشان الصوت الصاروخ. ده بس المونتاج اللي انا عامله فيه، لكن ما قطعتش في الفيديو حاجة. بنشوف ان انا يعني 11 دقيقة و25 ثانية، ده وقت وزمن التفريز بتاع الدوران، بيتعمل ببنطة الخلاط. الزاوية قايمة، زاوية الحوض اللي انا شغال فيها دي، لو زاوية قايمة بتتعمل بالبنطة بتاعة الفلتر. في بنطة بتاع الفلتر اصلا، يعني يا ريت يشتريها ويجيب صاروخ صغير معاه وهو بيركب الفلتر. بتمنى يعني حتى لو اي حد شغال الصنعة بتاعت الفلاتر دي، احسن من البنطة اللي بتركب في الشنيور. هتجيب بنطة مش غالية، بتعمل تقريبا 180 جنيه 200 جنيه. انا لسه جايبها ب 180 جنيه بتاعت الفلتر، ما باخدش منها جنيه. بفتح الفتحة بتاعت الفلتر دي لأي زبون يجيلي، ما باخدش منه مليم. بلاش مليم دي، ما باخدش منه أي يورو. وأنا وأنا بفتح الفتحة بتاعت الفلتر، مع إني مش هركب الفلتر، يعني الفتحة بتاعت الخلاط بتاع الفلتر. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو شغال. بحايل الحلة، بنزلها يمين شمال، بحاول بقدر الامكان انها ما تبقاش مفرقه. بعلم برصاص طبعا، وكله عارف ان انا بعلم برصاص، ده اللي متابعني. بعلم برصاص لان انا حتى بعرفت قبل كده اكتر من حد ازاي بعلم برصاص. رصاص اسود على جالاكسي اسود بيلمع. تفريغه نازله واقفه هناك اهيت ورايا. المطبخ ده بتاع ابو عبد الله، ربنا يبارك في عمره يا رب ويزيده من فضله. بجد الموضوع سهل. ارجو اي حد هيشوف الفيديو، مش هقول يشيره، لا، على الاقل يعرف منه معلومه وما يبخلش بيها لحد. يعني انا ما ببخلش حتى بمعلومه على اي صنايعي زميل، يعني اي زميل من زمايلي، يعني ما ببخلش عليه بمعلومه حتى لو ما عرفهاش بساله. الفكره كلها يا جماعه ان الناس، انا شفت بجد وسمعت. انا اي حد بيجي يكلمني بقول له ابعت لي فيديو، صور لي من المطبخ بتاعك، صور لي المشكله فين. ولاقي في الاخر بكل بساطه
المشكلة كلها لا تتعدى باختصار شديد الضمير. الضمير. الفيديو اللي قبل كده كنت لسه بتكلم فيه على الإحواض، وسبحان الله يعني الدكتور اللي انا قلت ذكرت اسمه في الشورتس اخدني وقال لي تعالى شوف الحله، ولقيته راح جاي ماسك جايب لي حله، وشوف تقيله ازاي قلت له تقيله؟ اه. طيب يا دكتور، كل الحله ما بقت تقيله، كل ما بقى الكروم اللي فيها او الحديد اللي فيها او ايه ان كان الشيء اللي هم بيسبكوه مع الاستانلس بقت نسبته كبيره. ده اللي انا وضحته، والحمد لله بدأ في ناس، يعني الحمد لله ثقة الناس يعني الحمد لله بتزيد، والحمد لله يعني يكفي ان انا يعني يكفيني شرفا ان اللي بيكلمني بيبقى بيقول لي انا بثق فيك. دي لوحدها نعمة. مش الفلوس هي اللي نعمة، مش الفلوس خالص، الموضوع كله الثقة، الرجولة، النخوة. يعني يكفي ان في حد بيتكلم معايا مثلا زبون او زبونة، فبتقول لي انا بستريح للشغل معاك، قلت لها عشان حاسه ان انا اخوكي، حاسه ان انت مش قلقانه على نفسك وانا موجود. قالت لي انت عرفت؟ قلت لها ايوه، ده بتبقى حاجه بتتحس لما تبقى انت بالنسبه للناس اخ، يبقى انت للناس سند، تبقى انت للناس حد بيسمعك وبيثق في كلامك ومش قلقان وهو بيكلمك. دي نعمه، دي من اجمل النعم اللي الواحد ربنا وهبها له يعني. انا مش برغي، ده انا بقول حاجات حقيقيه وملموسه وحصلت. يعني دلوقتي انا ما اخجلش اقول ان انا دلوقتي مسكت الالمازه وبعدل تاني في شغلي، ايه المشكله؟ ده كله فايده اللي هيستخدم الحاجه دي اللي هو دفع فلوس فيها عشان ياخد منتج. يا فرحتي ان انا خدت فلوس وفرحان قوي ان انا ركبت ومشيت، وبعد كده في حاجه اسمها صيانه، في حاجه اسمها صيانه وبتنفع جدا. بس هنستخدم الصيانة ليه؟ إذا كان الشغل أصلا متقن. في ظروف بقى تستدعي إن أنت تعمل صيانة. أخطاء الآخرين، حد عمل حاجة، مش في الحوض، مش لازم في الحوض، في أي شغل. زي ما حضراتكم شايفين الحوض مش بيغيب يا جماعة. ده أنا اتنافست، وقلت قبل كده في فيديو إن أنا اتنافست مع جماعة حبايبي يعني أصحابي في الشغل لما سافرت شرم. كانوا ماسكين لي الساعة بيشوفوني هفرغ الحوض في قد ايه وافرزه. الحوض اللي هو 52 في 42، قلت لهم 5 دقايق، وكانوا طبعا منبهرين قوي، بس انا عملتها 7 دقايق. فانا ما عملتهاش ليه في 5؟ عشان انا اصلا اللي عورني قبل كده كان حوض اتحرك تحت الصاروخ فقطعت وترين. فقلت لنفسي لا، انا مش ه... مش هسجل رقم قياسي على حساب ايديا يعني. فعملتها في 7 دقايق، فبيقولوا لي ازاي انت ما جبتش 5 دقايق زي ما قلت لهم احنا مش واقفين في موسوعة جينيز ريكورد. هنا اهو الحوض، بقول الحوض بيتهز في اوسة لان ده تقليد الهنز. بس والله انا عجبني الحوض ده احسن من الهنز كمان. يعني الهنز مظبوط وماركة وبتاع، بس يعني لما نتكلم في 7000 جنيه ولا 8000 جنيه حوض عشان اغسل مواعين، بصراحه الاسعار مبالغ فيها، مش مبالغ فيها، الاسعار بقت خرافيه. يعني انا مش عارف اصلا الثمن كام بالظبط، سمعت الحدود دي كده. طب ليه؟ يعني بصراحه مش مستوعب. يعني المنتج هو زياده مبالغ فيها جدا. اللي انا بعمله ده كله علشان الحوض لما انزله، اما انزل الحوض الاوسه تختفي، اوسه خفيفه يعني تمشي. واي حط قليل كده، شوف انا هنا ركبت مني، ودي تاني او تالت مره تحصل معايا، ابقى مش عارف اخلعها. يعني قبل كده عملتها في حوض برضو غلبني كده، او مرتين كمان غير دي. انا عمال اتك على الحوض بشوف يعني هو بيركب منين. ده كله اللي انا
بقوله وبهري فيه ده كله علشان اعرف الناس اهو. شوف هنا بمد ايدي، هنا دي نازله، هنا مش نازله. كل ده بعرف الناس ان الحوض ما بياخدش وقت. انا بتكه براحتي ليه؟ انا حاطط تخانات كويسه ورا وقدام، واللي هتركب في حيطه كمان. ده كله متان اهي ركبت ما بتطلعش. طب احاول اطلعها، مفيش. ليه؟ مش معموله وخلاص؟ لا. ارجو تكون الفكره وصلت، وبجد اكون وصلت معلومه. هتفك مني وهظبطها، وبجد ما قطعتش من الفيديو. كل ده علشان الحوض يبقى نازل مظبوط. اهي فكيتها، عرفت الماسكه من انهي ناحيه. وده كله بس عشان الحوض. والله ما خدت وقت، حاجه بسيطه جدا. بس هي الفكره كلها نسال، واللي يسال ما يتوهش. وان شاء الله اكون يعني ولو بقدم معلومه بسيطه تفيد الصنايعي قبل الزبون. اتمنى يعني اكون بعمل كده. وارجو ما اكونش طولت، وانا بطول اصلا عشان رغاي. واسف جدا على الاطاله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.